مجلس الوزراء ادى موافقة على البكالوريا كبديل للثانوية العامة. ايه اللي حصل؟ وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عرض مقترح شهادة البكالوريا كبديل للثانوية العامة، وهو النظام اللي قايم على تنمية المهارات الفكرية مش بس الحفظ. هقولك ازاي. المرحلة الأولى وهي السنة التمهيدية اللي هي أولى ثانوي، وفيها هيدرس الطالب التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، ودي داخل المجموع، بالإضافة للغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، ودي طبعا خارج المجموع. ونيجي بقى للمرحلة الرئيسية وهي الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي. الصف الثاني الثانوي يتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، بجانب إن الطالب بيختار مادة واحدة زي الطب وعلوم الحياة اللي هي الرياضيات والفيزياء، أو الهندسة وعلوم الحاسب اللي هي الرياضيات والفيزياء مستوى رفيع، أو الأعمال اللي هي الاقتصاد، أو الأدب والفنون اللي هي الجغرافيا والإحصاء. أما بقى الصف الثالث الثانوي فهي هتبقى سنة المواد الأساسية لجميع التخصصات: الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والأدب والفنون، بجانب التربية الدينية. امتحانات نظام البكالوريا هيبقى ليها فترتين: مايو ويوليو وده للصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي. دخول الامتحان للمرة الأولى هيكون مجاني، وبعد كده مقابل 500 جنيه لكل امتحان، وهيتم جمع درجات المواد السبع عشان يطلع المجموع الكلي. وآخر حاجة، كل طالب ليه فرصة 4 سنين في النظام ده. وفي النهاية أحب أقولك إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على القرار اللي المفروض هيتطبق على الدفعة اللي داخلة أولى ثانوي.